اهلا بيكم في ما تيجي اقول لك اكل شيء. في اكلاشات كتيره منتشره في المجتمعات المصريه والعربيه، محتاجين نصلحها سواء بالايجاب او السلب. منها الجري نص جدعنه. ده المثل الوحيد او الاكلاشيه الوحيد في التاريخ العربي كله اللي فيه تعديل على التعديل. المصريين مثلا بيقولوا ايه، وغيرهم طبعا: الجري مش نص الجدعنه، الجري كل الجدعنه. وده طبعا كلام فيه كلام. ازاي؟ اقولك: علشان تجري وتنجو لازم يكون الادرينالين كله في رجلك، وده معناه انك تبقى اسرع من الله يرحمه يوسين بولت. مش الله يرحمه انه مات، بس انه بطل، يعني اعتزل. اي واحد اعتزل بقول عنه ايه؟ الله يرحمه. ده الاكليشيه بتاعي. فحضرتك لو في موقف دفاعي، او انت قدام بلطجيه او ساعتها هيبقى صعب قوي انك تجري، فكده كده هتبقى يعني ايه، المواجهه صعبه، فواجه احسن ما تجري. بس الانسحاب في بعض الحالات بيبقى لطيف، وبيبقى ذكاء وقوة. زي ايه؟ زي ما سيدنا خالد بن الوليد عمل مع الروم لما انسحب بعد ما موت شوية حلوين منهم. لما رجع المسلمين في المرة التانية، الروم هم اللي محاربوهمش، قالوا لا، دول كانوا اقل من دلوقتي مثلا بالتلت، وعملوا او التلتين وبهدلونا. طب دلوقتي لما هم اقل تلت بس ولا حاجة، يعملوا فينا ايه؟ هيبيدونا خالص، لان هم عندهم قوة روحية دينية بتحركهم. علشان كده الانسحاب او الجري علشان مواجهة تانية او التأجيل ساعات بيكون مهم وضروري، ولكن مش في كل الاحوال. لما المتنبي مجريش وعمل اسد ورجع، مات بسبب ايه؟ طبعا اللي يعرف جيري قرداحي يفتكر دايما السؤال بتاع ايه؟ البيت الشعر الذي ايه قتل صاحبه. المتنبي قال في قصيدة: إذا لم يكن للموت بد فمن العار أن تموت جبانا. الناس هجمت عليهم، قرر يجري. الغلام بتاعه قال له: مش انت اللي قايل البيت الفلاني؟ قال له: رجع حارب اتقتل. هو مش فارس. لكن المتنبي نفسه بيقول بيتين انا بحبهم قوي وبعتبرهم يعني مثل اعلى بالنسبة لي. هي دي قمة المتنبي عندي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمع لنفس مرة أي قوية قوة شديدة، الله يقول عن نفسه ايه؟ ذو مرة فاستوى. بلغت من العلياء. وعلياء دي مش واحدة، العلياء دي للمكان عالي، كل مكان. عشان كده هنقول ان الجري من الشجاعة احيانا. اخيرا اتمنى ان كل استمتعنا وتعلمنا سوا. ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.